السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل احلى بسكوت بلدي بالطريقه بتاعتنا المعتاده، وان شاء الله هنعمل النهارده مقدار 15 بيضه وزاره، ونشوف الجمال والحلاوه ازاي طلع معانا بالجرمشه والرسمه المطبوعه بالشكل ده، والسبب اللي خلاه يطلع بالجمال والحلاوه دي، والسر فين يكمن في الجمع اللي هناك دوت. هو ده اهم حاجه عندك لما تستعملي البسكوت البلدي. لازم اهم حاجه عندك كامله تكون الجمع بتاعك، الفرن بتاعك يكون مظبوط في التطيب، مقاديرك مظبوطه، خميرتك سليمه. بصوا طالع معايا دايب ازاي وهش ما شاء الله. والكميه ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك، كانت الكميه كبيره خالص وجميل جدا. تابعيني لاخر الفيديو وانت تعرفي ازاي وصلنا للنتيجه الحلوه دي من بسكوت البلدي، واحلى بسكوت معانا ان شاء الله. بصوا الواحده ما شاء الله ماسكه نفسها وفي نفس الوقت دايبه دوب، ما شاء الله الله اكبر. بصوا جمالها، واللون ذهبي خالص من فوق ومن تحت. ازاي عملنا دوا بالزيت؟ الطريقة تعال اتفرج معايا ونقول بسم الله. اول حاجة هنزل بالبيض واحدة واحدة، هم 15 بيضة احطهم على بعض تمام كده، وبعد كده بضرب بالمضرب او بستعمل ايديا، بس انا بفضل المضرب بسبب انه هينجز معاكي وهديكي نتيجة حلوة. ممكن تعمليها بايدك بس هياخد منك مجهود. المقادير احنا عارفينها قبل كده وقلناها، مقاديرنا ثابتة ان 15 بيضة هياخدوا نص كيلو سكر، هياخدوا دقيق 2 كيلو دقيق، وهنا كوباية الا ربع من السمنة هي اللي هنعجن بيها العجين بتاعنا. بس انا ضربت حبة البيض زي ما انتم شايفين، وادين الكيلو فتحته قدامكم نصه بالظبط، حطيته زي ما هو محبب، مش بودرة خالص، لان في كتير منكم سألني السكر بيكون بودرة ولا محبب. يفضل يكون محبب، بس يا ريت نوع يكون السكر بتاعه ناعم شوية، ما يكونش خشن، او بمعنى صح سكر القصب، خليه سكر حبايباته خفيفة شوية عشان لما يتضرب معاكي يدوب خالص ومبقاش معبب معاكي البسكوتة وانتي شغالة. ضربته كده كويس بالمضرب اكتر من مرة، تفضل كده لحد ما يبقى كريم وهش معاكي. بعد كده هتنزلي بمقدار السمنة، يبقى كده السكر والدقيق والبيض، وهنزل بمعيار السمنة اللي هو كوباية الا ربع او نص كوباية حسب رغبتك. هو للعجن بس، هو بيخش سمنة كتير، بس بياخد سمنة في الدهان. اهو شوب عصير، حش منه ربعه او نصه مش هتفرق، هديكي نفس النتيجة برضو، بس انا حبيت ازود شوية يبقى طري حبة. والخميرة بتاعتي النشادر، انا دايما بحب ان انا قلت قبل كده كرتونة كاملة بتاخد 120 جرام، دي نص كرتونة يعني 15 بيضة هتاخد 60 جرام بس. انا بكون وزنها، بلاش نجيب من العطار يقول له دينا مقدار 15 او كرتونة هديكي بيكنج باودر كتير. هي الخميرة تبقى مظبوطة النشادر، لكن البيكنج باودر كتير. البيكنج باودر في البسكوت البلدي بيفتح معاكي، لكن كل اللي انا حطيته ربع ورقة البيكنج باودر او معلقة كبيرة بيكنج باودر، مش بكتر البيكنج باودر، بيطلع معاكي سليم وحلو. وطول ما انت سبتي العجينة بتاعتك عجنتي، بنزل بدقيق اهو حبة حبة، 2 كيلو دقيق مش بحطهم كلهم، بنزل حبة حبة وبخلي شوية تمام. لان انا ممكن العجينة حسب نوع الدقيق العجينة تطلب حبة بسيطة او ما تطلبش، يبقى انا مش هنزل بالدقيق كله لما اعرف النوع الدقيقة معايا هتشتغل ازاي. في اي عجين في اي حاجة انت تعمليها لازم تعملي الحركة دي، بحيث ان انت ما تضيعيش او تهدري في العجن بتاعك. تمام، تعجني كويس بديكي زي ما انت شايفاه. العجينة على فكرة بتبقى طرية، فانت ما تقلقيش خالص، هتاخد مقدار دقيقك وتسيبيها تريح خالص، تسيبها ساعة ساعتين، تعجنيها من اول اليوم تيجي بعد اخر اليوم وتقطعيها. ما فيش اي مشكلة في البسكوت البلدي، كل ما سبتيه كل ما اديكي نتيجة افضل واحسن. طيب احنا كده عجنا وعجينتنا استريحت، هنبدأ بنقطع بالمكنة، بس طبعا نوع الجم مهم جوي، بيخلي البسكوتة شكلها حلو وتبقى بارزة وتبقى ماسكة نفسها زي ما انتوا شايفين. الفرن اهم حاجة عندي لازم تبقي مسخناه سخن، وبعد كده تهديه زي شمعة من تحت ومن الجوانب، لو فرنك من الجوانب هتهدي شوية، ولو انت زي الفرن دوا من فوق ومن تحت هتهدي من تحت وتهدي من فوق برضو. بصوا طالعه البسكوتة كيف ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. لو عجبك الفيديو بقى ان شاء الله يا ريت لايك منك حلو كده يا جميل عشان يرفع معانا الفيديو شوية. بصوا جمالة البسكوتة وحلاوتها، حاجة كده طالعة بجلاوة، الله اكبر، والطعم ولا اروع. في ناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.